السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده بقى هقول لكم على سر اللي يخلي البانيه اصفر ومقرمش كده واللون الذهبي الجميل ده وايه، وهقول لك بقى على خطوات كده، شوية خطوات حلوة كده تعملي بوم البانيه ويبقى حلو معاكي. ده البانيه بتاعي انا بجيبه سليم وبقطعه، ودي بقى التتبيله بتاعتي. فرمت له بصله وحطيتها عليه، وبعد كده هحطه في بيضه. هنا بحط البيضه واحط شويه خل وبحطها على البانيه شويه، بعد ما بعد ما احطه على البصل واسيبه شويه. وبعد كده بجيب الايه الخلطه بتاعتي، الخلطه الجباره بتاعتي. دولت كيسين من الفيجيتار، بحط معاهم معلقتين من الدقيق وشويه من البابريكا وشويه من الكاري وشويه من الكركم وشويه من الفلفل الاسمر بتبله يعني، وشويه من الملح وشويه توم باودر وبصل باودر، عشان انا حاطه دقيق، فانا عايزه ايه الدقيق يبقى معدله زي معدل الفيجيتار بالظبط. وهنا الفيجيتار هنا طلعت البانيه بتاعي وعصته في الفيجيتار زي ما انتم شايفين كده. مش عايزه اقول لكم يا جماعه بيطلع اللون اصفر وجميل، بيطلع مقرمش واصفر من بره كده واللون الذهبي الجميل ده، ومن جوه بيطلع جوسي وطري ولذيذ. هنا انا كنت عامله بطاطس معاها مع البانيه. وهنا البانيه بتاعي هتشوفوه دلوقتي بعد ما يطلع. مش عايزه اقول لكم يا جماعه اللون خطير خطير خطير، اصفر وذهبي وجميل. ايوه زي ما انتم شايفين كده. تمام. بصوا اللون بتاعه عامل ازاي. مش عايزه اقول لكم اللون خطير خطير خطير، ومن جوه طري، وبصوا تاكلي منه ما تشبعيش، وريحته خطيره خطيره. جربيه بالطريقه دي وبالخطوات اللي بقولك عليها، وهيوفر معاكي في الفيجيتار، وهيعمل معاكي كميه كبيره قوي، وهيوفر معاكي في الفيجيتار وهتدوقي طعم مفيش اختلاف خالص. جميل يا جماعه، جميل جميل. هنا انا حمرته خلاص البطاطس، وده كان الاكل بتاعي. ايه رايكم؟ وعايزه اوريكم اللي هو من جوه. افتحوا دلوقتي وشوفوه عامل ازاي من جوه. بصوا من جوه عامل ازاي يا جماعه، يجنن يجنن. يلا باي باي باي.